خلونا ندخل في الموضوع على طول. النهاردة هنتكلم عن واحد من أقوى الترندات اللي حرفياً بتاكل سوق البرمجة حالياً، وهي مساعدين البرمجة بالذكاء الاصطناعي، وتحديداً العملاق الجديد اللي اسمه كارسر. الحكاية كلها بتبدأ بسؤال صادم زي ده. سؤال بيلخص حالة الدهشة اللي ناس كتير قوي حاسة بيها. إزاي يعني قفزة إنتاجية رهيبة زي دي ممكنة؟ والإجابة بسيطة جدا. لا، ده مش سحر، ده تطور طبيعي ومنطقي كان لازم يحصل. طيب عشان نفهم ايه اللي بيحصل لازم نعرف اننا دخلنا مرحلة جديدة تماما. الموضوع ما بقاش مجرد أداة صغيرة بتساعدك تكمل سطر كود ولا حاجة، لا، احنا بنتكلم عن نقلة تكنولوجية كاملة، بنتكلم عن بيئات تطوير ذكية ومتكاملة. وهنا بقى النقطة الحاسمة، الفرق الجوهري. زمان كان عندنا في اس كود ومعاه إضافة يعني بلجن زي كوبايلوت بيساعدك في الملف اللي مفتوح قدامك وبس. لكن دلوقتي مع كيرسر الوضع اختلف 180 درجة. احنا بنتكلم عن محرر كود اتولد والذكاء الاصطناعي هو قلبه اللي بينبض، مش مجرد إضافة متركبة عليه وخلاص. وده بقى اللي بنسميه ال AI Native IDE. طب يعني ايه الكلام الكبير ده؟ ببساطة شديدة دي بيئة تطوير معمومة من الصفر عشان الذكاء الاصطناعي يكون هو المحرك الأساسي بتاعها. بيشوف المشروع كله ككتلة واحدة مترابطة، مش مجرد شوية ملفات متفرقة جنب بعض. ودلوقتي خلونا ننتقل للنقطة اللي بتخلي كيرسر هو الوحش الجديد في السوق. إيه هي القدرات الخارقة اللي بتميزه فعلاً عن أي حاجة تانية؟ بص، قوته الحقيقية بتتلخص في الثلاث حاجات أساسية. أولاً، الوعي الكامل بالسياق. يعني تخيل إنك تسأله عن مشكلة في الداتابيز وهو من نفسه يفهم إنها مرتبطة بالاي بي اي وبالفرونت اند من غير ما تقعد تشرح له أي حاجة. تانياً، اختصارات عبقرية بتغير قواعد اللعبة زي كنترول كي. وأخيراً، ودي النقطة الأخطر يمكن، إنه بيمهد الطريق لجيل جديد من المبرمجين الآليين اللي بيشتغلوا لوحدهم تماماً. خلونا نقف شوية عند أهم وأقوى ميزة فيه، الاختصار اللي ممكن يبان لأول وهلة وكأنه سحر بجد: كنترول وحرف الكي. اللي بيحصل هنا مبهر فعلا. الميزة دي بتخليك تقدر تدي أمر عام زي مثلا تعديل نظام كامل والأداة بتفهم قصدك وتنفذه على مستوى المشروع كله في لحظات. حرفيا بتشوف الكود بيكتب نفسه قدام عينيك في كل الملفات المرتبطة بيه بشكل تلقائي. وهنا طبعا بيجي السؤال اللي بيخوف ناس كتير، لو الذكاء الاصطناعي بقى بالقوة دي كلها، هل ده معناه إن المطورين هيخسروا وظائفهم؟ وده أهم سؤال على بال كل مطور دلوقتي، ولازم نتعامل معاه بجدية. هل مستقبل المهنة دي فعلا في خطر؟ الإجابة هي لأ. الوظيفة مش بتختفي، لكنها بتتطور لمستوى أعلى. قيمة المهندس نفسها بتتغير. الدور بيتحول من مجرد شخص بيكتب سطور كود لشخص بيصمم الأنظمة المعقدة وبيراجع الشغل اللي بيعمله الذكاء الاصطناعي، يعني بيبقى الاركيتكت. وهنا بتظهر عبقرية تقسيم الشغل الجديد. الذكاء الاصطناعي بيشيل عنك كل الشغل الممل والمتكرر اللي بنسميه البويلر بليت كود، وبيسيب لك انت المساحة عشان تركز في الإبداع وحل المشاكل الكبيرة وتصميم بنية النظام نفسه. تركيزك كله بيبقى على التفكير الاستراتيجي مش على كتابة الكود السطر بسطر. في النهاية لازم نفهم إن الأدوات دي ما بقتش رفاهية أو مجرد حاجة جديدة بنجربها، لا، دي بقت هي الأساس الجديد للإنتاجية، ده النيو ستاندرد. التشبيه ده ممكن يكون قاسي شوية لكنه حقيقي جدا. الفجوة في الإنتاجية بين اللي بيستخدم الأدوات دي واللي لسه بيشتغل بالطريقة القديمة بتوسع كل يوم، والفرق بقى عامل زي الفرق بين سرعة الصاروخ وسرعة العجلة. الأدوات اللي زي كيرسر مش مجرد المستقبل البعيد، دي هي الواقع الحالي والمعيار الجديد للإنتاجية اللي هيكتسح المجال تماماً بحلول سنة 2026. عشان كده النصيحة المباشرة والعملية هي لازم تجرب بنفسك. خد الخطوة دي وجرب الأداة في مشروعك اللي جاي، وصدقني غالباً مش هتعرف تشتغل من غيرها بعد كده. وفي النهاية السؤال ده مش لينا، السؤال ده لكل واحد فينا. هل إحنا مستعدين للمعيار الجديد ده في البرمجة؟ لأن المستقبل بدأ خلاص وهو مش بيستنى حد.